البخاري قد ترجم المعوذتين في كتاب التفسير، وما أحد من المسلمين ينكر ذلك، إنما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه هو يعتبرهما من كلام الله. لا يظن الظان أن ابن مسعود لا يعتقد أن المعوذتين ليستا من كلام الله، بل يعتقد بأنهما من كلام الله. وإنما هل هما من المصحف؟ لم يكونا في مصحفه، ومع ذلك كنا في مصحف غيره، فكان يعتبرهما من الرقى التي أعطاها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وفعل الرقى، ومع ذلك هما من القرآن. فلا مطعن في البخاري ولا مطعن في ابن مسعود. على رسلك على رسلك أيها الرافض الأثيم، هونوا على أنفسكم، والله لو جمعتم جميع شبه الدنيا ما تغيرت نظرتنا للبخاري، وأرفع من ذلك ما تغيرت نظرتنا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة. جميع شبه الدنيا ائتوا بها وكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، بإذن الله عز وجل سنجلي فساد عقولكم وفساد فهمكم، وترجعون خاسئين مقطوعين، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. كلما جئتم بفتنة رجعتم في حال انكسار وذلة. يبحثون يبحثون يبحثون، يجدون لهم شبهة، يظنون أنهم وصلوا إلى بغيتهم، تصل إلى أصغر طالب علم يرديها ويجندلها. كيف إذا وصلت إلى العلماء الكبار؟ الحمد لله ديننا قائم على الكتاب والسنة بفهم السلف، ليس كأنتم أهل أهواء، أهل بدع، أهل خرافات. وقد قلت لكم قديما البخاري جثم على صدور المبتدعة. الرافضة يطعنون في البخاري، العقلانيون يطعنون في البخاري، الملاحدة تطعن في البخاري، اليهود والنصارى يطعنون في البخاري، طوائف كثيرة من أهل البدع يطعنون في البخاري. والسبب أن صحيح البخاري ثقيل على صدورهم كما ثقلت بميطان الصخور، أثقل من جبل أحد على منطقة أحد. صحيح البخاري لو استطاعوا أن يمحوه لمحوه، لو استطاعوا أن يحرقوه لأحرقوه، ولكن هيهات، هو في صدور أهل السنة وفي مكاتب أهل السنة، وقد اعتنى به أهل السنة. فالبخاري عندنا بعد كتاب ربنا سبحانه وتعالى فهو أصح كتاب مصنف على وجه الأرض بإجماع من يعتد بإجماعه، ولا التفات إلى قول رافضي أثيم أو عقلاني لئيم في طعنه في صحيح البخاري. كلما طعنوا في صحيح البخاري ما نزداد إلا بصيرة بهذا الكتاب، ومحبة لهذا الكتاب، ودفاع عن هذا الكتاب، ونفاح عن هذا الكتاب، وتدريس لهذا الكتاب، وشرح لهذا الكتاب. أوصى الغزالي حين موته، أو قالوا أنه حين موته وضع صحيح البخاري على صدره بعد أن كان قد وقع في الضلال البعيد، وقال بكثير من الأقوال المخالفة. أو تريدون منا أن نرجع إلى الجفر، الكتاب الذي ما ندري بأصله من فصله، أو نرجع إلى حدثني أبي عن جدي ما ندري من هو الأب هذا ومن الجد، هم يمكنون أبي عن جدي، الله أعلم من الأب من الجد. أبدا يا علي بن الحسين عن أبيه عن جده ما يقول هذه الأقوال، ولا محمد بن علي عن أبيه عن جده ما يقول بهذه الأقوال. الصادق والباقر كلهم أهل سنة. أبي عن جدي المجوس عند التحقيق إذا أردتم أن تعرفوا أبي عن جدي عند الرافض المجوس دينهم مأخوذ من المجوس، ما أخذ من علي بن أبي طالب، حاشا وكلا. لو كانوا أخذوا دينهم من علي بن أبي طالب أنهم الآن مع أهل الإسلام في خندق واحد، ولكن دينهم أخذوه من عباد النيران ومن عباد الأوثان ومن عباد الصلبان، ولهم من كل بهتان نصيب. فهم بالوعة البدع والشركيات والخرافات. وإن رأيت الرافض مثل اللمبة يلمع هكذا بالوعة، بل ذكر شيخ الإسلام أن الله يغير وجوههم كلما تقادموا في السن،
حتى يصير أحدهم في آخر عمره وجهه وجه خنزير. وفعلا والله أن هذا أمر شاهدناه في كثير منهم، لأنهم يتعاطوا الشركيات والبدع والخرافات والمنكرات، فلا صدحهم الله بخير ولا مساهم، والحمد لله رب العالمين.